هل الحب قد يصل به الحال إلى القتل؟ أن يقطع الجسد ثم يتم طهوه أو طهيه للبشر يعني ليأكلوه؟ النهاردة هحكي لكم حكاية بجد بشعة وتفاصيلها صعبة جدا. أعتقد إنه صعب حتى مخ البني آدم السوي يستوعبها أو يتخيل إن حاجة زي دي ممكن تحصل من الأساس. ومش ممكن تفكر إن واحدة ست يبان عليها إنها غلبانة ورقيقة وهادية يطلع منها كل الشر ده وتقدر تنفذ جريمة بالحجم ده. قبل ما أحكي، لو قلبك ضعيف ما تتفرجش عشان ما ترجعش تدعي عليا. أنا بحذر أهو وبقول القصة صعبة وتفاصيلها بشعة، فلو نويت تكمل الفيديو على مسؤوليتك. الموضوع حصل سنة 2018 وبدأ لما شابين مغاربة كانوا عايشين هما الاتنين في دولة الإمارات. واحد منهم عايش في إمارة عجمان والتاني عايش في إمارة العين، وكل واحد منهم له شغله وحياته، وكانوا دايما بيتواصلوا مع بعض عن طريق التليفون ويطمنوا على بعض، وكل فترة بيتقابلوا يوم، يعني نظرا لضيق الوقت بسبب الشغل. الشاب اللي عايش بمدينة عجمان اتصل بأخوه كالعادة عشان يطمن عليه، لكنه ما ردش. عدى يوم، في التاني، في التالت، وهو كل يوم بيحاول يتصل بأخوه عشان يشوف ايه أخباره ويطمن عليه، لكن بدون جدوى، وبرضه مفيش حد بيرد. وده كان شيء غريب، لأن الطبيعي إنه من أول مكالمة أخوه بيرد، وحتى لو في حاجة وما سمعش التليفون أو كان مشغول فأخوه كان بيرجع يكلمه على طول في نفس اليوم. فعدم رده ده كان غريب جدا، وفضل الوضع ده لمدة 3 شهور كاملين، لدرجة إنه فكر إن أخوه زعلان منه أو حاجة. بس مع مرور الوقت ومحاولات اتصال كتيرة جدا بدون جدوى، التليفون كمان اتقفل وبقى مغلق طول الوقت تقريبا. وهنا الشك بدأ يدخل لقلبه إن الموضوع مش قصة زعل ولا حاجة، لا ده كده أكيد أخوه مش كويس أو في حاجة وحشة حصلت. وبدأ يتصل بقرايبه وأصدقائه كلهم ويسألهم عن أخوه إذا كان حد شافه أو حد يعرف عنه أي معلومة، لكن ما كانش فيه أي إجابة مفيدة. أخوه المختفي كان عايش مع حبيبته المغربية في نفس البيت، مع العلم إن الأخ المختفي عمره كان 29 سنة وحبيبته كان عندها حوالي 37 سنة، وهما الاتنين على علاقة ببعض. وفي الوقت ده كان بقالهم حوالي 7 سنين كاملين مع بعض. الأخ الأكبر قرر إنه لازم يروح لبيتهم عشان يعرف منها أخوه راح فين ولا إيه اللي حصل، ما أكيد عندها إجابة. وبالفعل سافر من عجمان للعين وراح لها البيت وبدأ يسألها عن أخوه. بس حبيبة أخوه استقبلته بطريقة سيئة جدا، وكانت بتكلمه بعصبية شديدة، وقالت له وانت جاي تسألني عنه ليه؟ مش انتوا مقررين انه هيتجوز بنت خالته في المغرب، ووالدتك كمان مقرره له انه هيتجوزها؟ انا بقى اول ما عرفت الكلام ده طردته من بيتي ومن حياتي كلها وما بقاش عايش معايا. اتفضل بقى انت كمان من غير ما تروح، روحوا يلا جوزوه ولا شوفوا هتعملوا ايه بعيد عني وما تجيش هنا تاني. الاخ ما صدقش الكلام ده كله وشك فيها. معقول يعني أخوها يبقى عايش معاها 7 سنين بحالهم وهي مش هتبقى عارفة هو فين حتى؟ وبعدين كمان هو عارف كويس إن أخوه ملوش معارف في إمارة العين عشان يروح لهم أو يتنقل لبيت جديد، وحتى لو اتنقل في سكن تاني فبكل تأكيد كان هيقوله، مش هيمشي من غير ما حد ما يعرف مكانه بالشكل ده. فقرر إنه يطلع من عندها على اسم الشرطة ويعمل بلاغ باختفاء أخوه، وكمان وجه اتهام رسمي لحبيبة أخوه إنها على الأقل حتى لو ملهاش علاقة باختفائه لكنها بكل تأكيد عارفة هو فين. وطبعا الشرطة استدعت البنت وبدأت تحقق معاه وتسألها عن أي معلومة تعرفها تساعدهم في إيجاد الأخ المفقود. لكن البنت حكت نفس القصة اللي حكتها لأخوه لما جه يسألها عنه، وقالت إن علاقتنا ببعض انتهت لأنه هيتجوز بنت خالته في المغرب فأنا طردته من بيتي. رد ساعتها أخ الولد المختفي وقال إن هي على علاقة بيه بقالها 7 سنين، يعني يوم ما هيقول لها إنه هيتجوز من واحدة تانية بكل تأكيد رد فعلها هيبقى مش مجرد طرد له من السكن، وإنها أكيد عملت له حاجة. وطلب من الشرطة إنها تفتش بيت صديقة أخوه لأنه أكيد هيلاقوا أي معلومة حتى لو بسيطة توصلهم لمكان أخوه المفقود. وبالفعل الشرطة استجابت وتوجهوا لبيت العشيقة، وهنا كانت الكارثة. البيت ما فيهوش أي علامة تدل على أي حاجة إلا حاجة واحدة بس، وهي إن الشرطة لقت سن بشري جوه الخلاط. طبعا حاجة غريبة جدا،
وبدأوا يسألوها إيه جاب السن ده هنا؟ مش طبيعي حد يلاقي سن من أسنانه في الخلاط يعني. وبدأ الشك يزيد وإنها كده لها علاقة باختفاء الشاب. الشرطة أخدت السن وودته المعمل الجنائي لفحصه عشان يعرفوا السن ده بتاع مين بالظبط، وإذا كان له علاقة بالشخص المفقود ولا لأ. والصدمة التانية كانت النتيجة إن السن ده يخص الشخص المفقود. طبعا الشرطة اعتقلت البنت وبدأت تحقق معاها، وهنا البنت ما قدرتش تتمالك أعصابها وحكت كل حاجة من أولها لآخرها. تعالوا أقول لكم حكت إيه بالظبط. قالت إنه حبيبها جه صارحها إنه هيتجوز من بنت خالته بناء على رغبة أمه، وإنه مفيش مفر ولازم هيتجوزها. وطبعا قامت مشادة كلامية ما بين الاتنين، وبسبب اختلافهم البنت جابت سكينة وفضلت تضرب حبيبها بيها لحد ما اتأكدت إنه مات وإنها قتلته، وبعدها قطعته وجابت حلة كبيرة وحطت فيها مية وسابتها لحد ما المية غلت، وبعدين بدأت تحط القطع اللي قطعتها فيها عشان تقدر تفصل اللحم عن العظم بسهولة. وبعد ما فصلت اللحم عن العظم أخدت العظم وبقت بتطحنه في الخلاط وتفتته وترمي شوية منه في كل مكان، شوية في المجاري وشوية في الشارع وهكذا لحد ما خلصته. وبتحكي البنت وبتقول إن الموضوع ما كانش صعب، وإنه قتل حبيبها بتقطيع والتخلص من جثة كله على بعضه أخد بالظبط 3 أيام. وبدأت تحكي وتقول إنها تعبت نفسيا وجالها صدمة عصبية لأنها قعدت تحبه 7 سنين كاملين، وساعدته ماديا كتير جدا خلال السنين دي كلها عشان يقدر بس يقف على رجله، وإنها حبته من كل قلبها، لكنه قهرها لما قال لها إنه هيسيبها وهيتجوز من واحدة تانية بس عشان يرضي والدته. وقالت أنا عطيته كل حاجة ممكن يحتاجها من كل قلبي وبدون حساب، لكن هو غدر بيا وأنا ما كنتش أستاهل منه كده، ومن صدمتي وغضبي معرفش إزاي عملت فيه كده. الشرطة بدأت تسألها ودت فين باقي الجثة، وهنا كانت الكارثة الأكبر. قالت بكل دم بارد وبكل هدوء أنا طبخته ووزعته في وجبات. زي ما سمعته كده، أنا جبت لحمة واشتريت رز وعملت مكبوس. مكبوس دي أكلة خليجية مشهورة جدا في الخليج، بتتعمل مكوناتها عبارة عن رز ولحم وبعض التوابل والبهارات. فهي كانت بتجيب لحمة وتعمل بيها أطباق مكبوس وتروح توزعها على عمال بيشتغلوا في مكان قريب من بيتها كنوع من أنواع الصدقة. تخيلوا حجم الكارثة، العمال الشقيانين وطالعين عينيهم عشان لقمة العيش، ودي واحدة رايحة توزع عليهم وجبات، وبعد ما ياكلوها يكتشفوا إنها لحم بني آدمين. بعدها الشرطة بدأت تستجوب أصدقائها لتحصيل أي معلومة إضافية للقضية، وعند استجواب صديقتها قالت إنها ما كانتش تعرف أي حاجة عن الجريمة من أولها لآخرها، لكنها في مرة وهي بتزورها لقت بقع دم كبيرة على الأرض، وصديقتها بررت ده بإنها جايبة كمية من اللحم عشان تعمل بيها وجبات وتوزعها. الشرطة من هول الجريمة ما كانوش مصدقين اللي بيتحكى، قالوا إنهم لازم يعرضوها على مصحة الطب النفسي والعقل عشان يتأكدوا من سلامة قواها العقلية. وبعد انتهاء الفحص طلع ما عندهاش أي حاجة، وإنها ارتكبت الجريمة وهي بكامل كل قواها العقلية. والمحكمة حكمت عليها بالسجن مدى الحياة، وكل المعروف حالياً إنها بتقضي فترة عقوبتها بالسجن، ومفيش أي معلومة تانية حالياً عن القضية. لو حد من إخواتنا بيتابعني في الإمارات وعنده أي معلومة تانية زيادة عن اللي قلتها ياريت يعرفوها لنا في الكومنتات. الجريمة فعلاً صعبة جداً، وكمان صعبة أكتر إن واحدة ست تقدر تعمل كل الخطوات دي لوحدها وما تخافش ويكون قلبها جامد بالشكل ده. وعندي تعليق واحد، مش واخدين بالكم إن في الكام سنة الأخر دول جرائم كتير جدا حصلت باسم الحب؟ واحد وواحدة ما يتفقوش، أو طرف من الطرفين يقرر إنه ما يكملش أو ينهي العلاقة، فتلاقي الطرف الآخر قرر بكل بساطة إنه يقتل ويرتكب جريمة، وكأن القتل ده شيء بسيط. إزاي الحال وصل لكده؟ وإزاي في ناس بتقدر تتحمل إنها تكون سبب في إنهاء حياة حد تاني بسهولة كده؟ يا جماعة ده كده مش حب، دي قلة أخلاق وضمير وخسة. دي كانت حلقة النهاردة. لو قدرت أشمل القصة بكل تفاصيلها شجعوني واعملوا لي لايك وشيروا الفيديو لأصدقائكم، واستنوني في حكاية جديدة من حكاوي ديا. أشكركم على المتابعة ودمتم بخير.